مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس واموركم بخير. مرحبا بكم عندي في وصفات ريتاج. جيتكم اليوم البنات بوصفه جديده اللي هي عصير الفواكه المتنوعه. البنات راح تديو لي بزاف على هذا الوصفه، بزاف هايله، يعني عصير منعش غني جدا بالفيتامين وتحتاجوه اكيد في الشهر الفضيل باذن الله. عندي زوز حبات تاع تشينا، زوز حبات تاع التفاح، زوز حبات تاع بنان، وعندي الفراز هذا البنات انا كنت شريته من السوبرات، شريته هكذا مكونجلي، يعني كنت ما لقيتوش برا في الاسواق، شريته من لي سوبرات راح تلقاوه هكذا كونجلي. نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. نجيب كاسرول كبيره، انا جبت الكبيره لان الكميه اللي راح نديرها كميه وفيره. راح نقي هذاك البنان تاعي كيما شفتوا ونقصو دي غوندال بهذه الطريقه. الحجم تاعهم يكون هكذا، يعني بهذا الحجم. نقص البنان تاعي، نزيد نقي هذاك التفاح كذلك بعد ما كنت غسلتهم اكيد يا البنات مليح. هذاك التفاح والتشينا كنت غسلته، البنان مسحته مليح. ونقصوا البنات بهذا الشكل بعد ما كنت نقيته مليح وكنت نحيت له حتى هذوك العلف اللي يجيو لداخل. ونقصوا بهذا الشكل. نقصوا شويه رقيق لانه العصير تاعي راني راح نطيبه يا البنات. هاني كيفاه نقيته بهذه الطريقه. نقيه كامل ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا البنات لهنا بعد ما كنت نقيت كامل هذاك البنان تاعي والتفاح والتشينا، نعطي لكم فقط الحبه الاخرى كيفاش نقيها هنا باش تتفاداو الاخطاء اللي معظم البنات يرتكبوها كي يحبوا يديروا لي جو. البنات سورتو تشينا كيفاه تنقيوها، حاولوا انكم تنقيوها مليح بهذا الطريقه. نحيو اللب هذا اللي يجي لداخل، ونحيو كذلك القشره هذيك البيضاء اللي كيما راكم تشوفوا فيها. انا راني نحي فيها يا البنات اللب هذا كامل لازم نحيه. على واه نحيه؟ لانه اذا درتوه في لي جو تاعكم الجو تاعكم راح يجي مر، يعني في الاخير راح تحسوا بلوغو هذاك تاع المراره. كيفاش ثاني خطوه كيفاش نقطعوا التشينا تاعنا في لي جو؟ البنات حاولوا تقطعوها يعني في العرض دوائر بهذا الشكل على واه هكذا باش نشوفوا العلف اللي يكونوا داخل تشينا بهذا الشكل، لانه اذا قطعناها هكا العلف كامل راح نشوفوهم. واذا قطعتوها في الطول البنات ما كومش راح تشوفوا هذوك العلف نهائيا. هكذا باش نتفاداو فقط هكذا كافاده ويستفادوا البنات كامل معايا. ندي الفرز هذاك نشلو تحت العين تشليله خفيفه برك، ونجيب نحطه نضيفه مباشرة بهذا الشكل. ونجيب الماء البنات، انا هذا الكمية تاع الفواكه اللي درت لتر تاع الماء، يعني الطاس هذا اللي عندها الطاس هذا في الدار راهو عنده الكيل، درت اطرا قد يا البنات. ونديه مباشرة على النار يطيب لي، ماهوش راح يطيب بزاف ولا يدينا وقت بزاف، حوالي 10 دقائق فقط هكذا. قلت لكم البنات بعد ما فاتت 10 دقائق على الفواكه تاعي جيت لهنا. شوفوا التفاح راهو طاب صايي. نبدا نضيف السكر. اكيد الحلاوه تختلف من شخص الى اخر، كل وحده تتحكم في الحلاوه تاع الجو تاعها. انا التشينه تاعي كانت حلوه البنات، درت 3 مغارف ونص تاع سكر. هذا مكان اللي التشينه تاعها قارصه ولا اكيد راح دير 4 مغارف سكر، وانتيا لك الاختيار. لهنا البنات كي نضيف السكر ما تخليوهش يغلي بزاف، دقيقتين فقط ونطفي عليه. ولا هنا خليت هذاك الفواكه تاعي كانت دفات يا البنات. لهنا راهي ماهيش سخونه دافيه، ما تلوحوش الخليط وهو يغلي في البلاندر تاعكم، خليته دفا شويه. وجيت هنا راح نفرغه معاكم بهذا الشكل عفوا البنات. انا درت كميه كبيره، يعني درت زوز حبيبات من كل نوع تاع الفواكه. انت اذا حبيتي تضعفي الكميه ضعفي، واذا حبيتي تنقصي ديري حبه من كل نوع. هذا العصير البنات راح يجي بزاف هايل غني بزاف ومنعش، راح يجي فيه واحد لوغو هايل ما شاء الله. تحتاجوه بزاف في رمضان، خاصه في الطاوله طاوله الافطار تاعنا راح نحتاجو بزاف هذ لي جو ناتور اللي نخدموهم في الدار. كما نعرفوا بزاف هايلين ومنعش يا البنات صراحه. لوغو تاعو جا هايل. حطيته في البلاندر تاعي ونرحيه البنات. المره الاولى ندير سرعه رقم 1 ومن بعد نقوي السرعه ونخليه يترحى مليح يا البنات. لهنا الجو تاعنا ما راحش يجي فيه هذاك اللب هذاك تاع التشينا يبان، لانه الفاكهه تاعي راني طيبتها مليح كما شفتوا يا البنات. ونرحيها وراح نتحصل على جو ولا اروع.
كما قلت لكم نتحصلوا على جي طبيعي 100% ولا اروع. الذوق تاعو يا البنات بزاف هايل. شوفوا انا القوام اللي تحصلت عليه درتو شويه عاقد لاني نحبه بهذا القوام هذا. نتوما تتحكموا فيه كما حبيتوا، اذا جاك ثقيل بزاف وعاقد تقدري تضيفي الماء، هذا مكان. السكر ثاني نتوما تتحكموا فيه، يعني الحلاوه تتحكموا فيها نتوما كما حبيتوا. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه البنات. لهنا راح نخليه يبرد ونرجع لكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي تاع جي الفواكه المشكله تاع نهار اليوم البنات. جا بزاف هايل. شوفوا المنظر تاعو برك راهو يشهي ويبرد على القلب الصراحه. جا بزاف بنين بزاف هايل. وتبعوا الطريقه هذيك تاع طيبوا الفواكه تاعكم قبل ما ترحيوها هكذا باش ما تحصلوش يا البنات على هذاك اللب تاع التشينا يكون باين في الجو تاعنا، ولا تاع التفاح لهنا جا صافي عافي كيما شفتوا راني ما صفيتو ما والو يا البنات وجا هايل. ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم، جربوها البنات على بالي راح تعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم انتهلاو لي بزاف في رواحكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده. سلام.